يا صباح الفل، إزيكم عاملين إيه؟ فيديو جديد النهارده حابة أكلمكم فيه عن حاجة مهمة جدًا. كتير مننا بنعملها مع أطفالنا بتلقائية وبدون قصد، بس هي بتأثّر على شخصيتهم وعلى نفسيتهم جدًا، فقُلت أتكلم معاكم النهارده عن الموضوع ده، يعني عشان لو حد بيعملها وهو ما يعرفش يحاول يوقّف على طول السلوك ده. أنا عن نفسي كنت باعمل كده، بس الحمد لله عشان أنا يعني تملّي باحب أقرا عن التربية وعن الأطفال، فعرفت بدري الموضوع ده من وابني صغير كمان قبل حتى ما أجيب البنات، والحمد لله ما بقيتش أعمله. فقُلت أتكلم معاكم عن الموضوع ده النهارده، بس حابة قبل ما أبدأ الفيديو أقول لكم حاجة بسيطة أوي. أنا باحب وأنا باصور لكم الفيديوهات أكون يعني أوريكم كمان حاجة أنا باعملها، ولو كانت حلوة أو بالنسبة لي بقت حلوة فأعرّفها لكم عشان تبقى الفايدة 2 يعني، لإن أنا باحب الفيديوهات بتاعتي تبقى مفيدة، يعني مفيدة ليكم ولو بقدر صغير قد كده. فأنا النهارده صحيت من النوم عملت فطار، وهاصوّر لكم الفيديو وأنا باعمل توست. عملت توست كان حلو جدًا على فكرة والله طلع تحفة، بس أنا أبعد ما يكون عن إن أنا أصوّر فيديوهات طبخ، لإن الناس دي بتبقى يعني الفيديوهات دي ليها ناسها والشكل فأنا مش باصوّر فيديوهات طبخ، أنا بس باحاول يعني أورّيكم لو حاجة حلوة عملتها ونفعت معايا، وفي نفس الوقت أكلّمكم عن الحاجة الأساسية اللي أنا حابة عاملة عشانها الفيديو، أو الموضوع الأساسي اللي أنا عاملة عشانه الفيديو. وبرضه يعني كمان البسكوت ده أنا عاملاه برضه، على فكرة والله حلو جدًا، طعمه قريب من digestive لو حد بيجيبه الأحمر ده أو بيحبه، هو طعمه قريب منه جدًا بالشوفان وبدقيق القمح الكامل، فهو يعني حتى كمان صحّي. فبرضه هابقى أورّيكم أنا عملته إزاي، بس يعني فنيّة في التصوير هي حاجات أنا مش باصوّر فيديوهات طبخ، وقناتي مش قناة طبخ، فحبيت بس أقول لكم المعلومة الصغيّرة دي. فيالّا بينا نبدأ الفيديو على طول عشان ما أطوّلش عليكم. عايزة أسألِك سؤال. تخيّلي إحساسِك لو أنتِ خارجة مع جوزِك مثلًا رايحين عند قرايبكم، أو رايحين مع أصحابكم مشوار، أو رايحين عند حماتِك، أو رايحين أي مكان فيه معارف، ولقيتِ جوزِك فجأة في وسط الكلام بدأ يتكلم عنِّك بطريقة مش حلوة أوي يعني، قعد يقول مثلًا دي تعباني، دي مسرفة، دي مثلًا زنانة أو نكدية، دي مش نضيفة، أيًا كان بقى الحاجة اللي هو متضايق منها أو شايف إن هي مضايقاه وأنتِ بتعمليها وتاعباه، وقعد يتكلم عنها وقعد يشتكي منِّك قدّامهم. تخيّلي إحساسِك هيبقى عامل إزاي، يعني لفترة كده لدقيقة غمّضي عينِك وحُطّي نَفْسِك في الموقف وتخيّلي هتبقي حاسة بإيه. لو قدرتِ تتحمّلي الموقف وقتها، وأظن إن ده برضه هيبقى صعب جدًا، يعني ممكن تقومي، ممكن أكيد يبقى ليكِ رَد فعل مش تمام وقتها، بس لو قدرتِ وكنتِ قوية في إن أنتِ تقدري تتحكمي في الreaction بتاعِك، وقدرتِ تتحمّلي الموقف وقتها، أكيد لمّا تروّحوا هتبقى في خناقة عظيمة بسبب اللي حصل ده. وهيبقى ليكِ حق جدًا، لإن هو ما راعاش مشاعرِك قدّام الناس، حتى لو أقرب الناس ليكِ. عايزة أقول لِك حتى لو أخواتِك أو والدتِك، برضه هتحسي إن أنتِ مُحرَجة، أو لإن إحساس وِحِش أوي إن أنا مثلًا يبقى جوزي بيشتكي منّي قدّام حد. أنت في حاجة مضايقاك منّي تعالَ قُل لي، لكن ما تقوليش قدّام حد، يعني دي حاجة وِحشة جدًا. والعكس لو قلبنا الفكرة وأنتِ اشتكيتِ، ب يعني اشتكيتِ جوزِك برضه قدّام أهله أو أصحابه أو قرايبِك أو أيًا كان، هو برضه هيبقى رَد فعله مش حلو خالص، يعني أكيد، أكيد، وهيحصل برضه مشكلة كبيرة وخناقة كبيرة، وهو برضه هيبقى ليه حق، لإن المطلوب منكم أنتم الاتنين إن أنتم تحترموا مشاعر بعض قدّام الناس، حتى لو أقرب الناس ليكم. لإن ده يعني حاجة مش حلوة خالص، يعني مش حتى نفسيًا كده، أنا عايزة بس أحطكم في الموقف عشان خاطر تقدروا تستوعبوا الطفل بيحس بإيه. طيب، إحنا ما شاء الله علينا خصوصًا الأمهات، بُصّي، يعني مش هاقول لِك إن إحنا بنعمل ده تعمُّد، أنا لسه في أول فيديو قُلت إن ده من غير قصد، لإن إحنا فعلًا بيبقى عندنا كمية ضغط، بالذات الأمهات الجداد، بالذات الأمهات اللي هي لمّا يبقى بيبي صغير لسه ما بينامش كويس وما بتنامش طول الليل ولا النهار، أو لمّا يعني في ضغط، وأنا واحدة منكم والله العظيم، في ضغط غير طبيعي، غير طبيعي بيبقى على الواحد، فإحنا من كتر الضغط والتعب ده بنحب نفضفض، أول ما نشوف حد نقول له إن إحنا تعبانين، إن إحنا أنا مقدّرة ده. بس فكرة إن أنا أقول ده قدّام ابني دي حاجة يعني أنا شايفاها بشعة، يعني أنا باشتكي ابني أنا باشتكيه قدّام الناس، أنتِ متخيلة هو حاسس بإيه؟ أنتِ متخيلة هو
بس يا حبيبي هو عشان خاطر مش هيعرف يعمل الخناقة اللي هنروّح نعملها في البيت لو جوزِك أو أنتِ، هو مش هيعرف يعمل الخناقة دي، وممكن ما يبقاش عنده رَد الفعل اللي هو اللي في ساعتها، اللي هو هيمشي ما يقدرش كمان يمشي أو يتضايق، ولو عمل أي موقف بعدها وقّع حاجة أو اتشاقى كرَد فعل طفولي، إحنا برضه هنزعّق له وهنقول له إيه قِلّة الأدب دي، وممكن نقعد نقول له شايفة أهو اللي باقول لِك عليه أهو، شايفة بيعمل إيه؟ ما هو ده بقى، ده ما بيعملش حاجة كده، ده هو كويس ومحترم كده كمان قدّامكم، أُمّال لو شفتوه في البيت بتحصل كتير قدّامي الموضوع ده. هو لو سمحتِ، لو سمحتِ حسّي هو بيبقى ممكن يحس بإيه وقت ما أنتِ بتشتكي منّه قدّام الناس. تعبانين، مضغوطين، إحنا من أول ما بنصحى لحد ما بننام بنبقى يعني بنتعرّض لحاجات كتيرة جدًا بتتعب، وتربية الأطفال مش سهلة جدًا يعني أنا عرفت ليه ربنا قال الجنة تحت أقدام الأمهات أول ما بقيت أم، بس إحنا ممكن نعمل ده بس بعيد عنهم، يعني أنا هاقول لكم أنا ما باشتكيش، لأ أنا باشتكي، لو كلمت واحدة صاحبتي بس باكلمها بعد ما أنيّم الولاد. ده أنا تعبانة، ده أنا طالع عيني، ده بقوا أشقيا، الكلام اللي ممكن نقوله بس بعد ما أنيّم الولاد، لكن أنا عمري ما أحب أحُط ابني في موقف إن هو يبقى واقف أو بنتي واقفة حتى لو صغيرة على فكرة بيبقوا فاهمين، وأقول لها ده، يا لهوي على اللي بيعمله فيّا، يا لهوي على اللي بيسويه فيّا، يا لهوي على البنات بيعملوه فيّا. استحالة أقدر أعمل كده، استحالة. حتى والدتي ربنا يخلّيها لي يا رب ويطوّل في عمرها، أنتم عارفين يعني أمهاتنا بيتعاملوا بفطرة برضه، فممكن تبقى بتكلّم مثلًا خالته أو بتكلّم حد من قرايبنا وتقعد تقول لها والولاد بيبقوا صاحيين، فلقيتها بتقعد تقول لها: "ده نعمة يا عيني ربنا يعينها، ده الولاد مطلّعين عينيها." ده كلام عادي كده. رُحت قُلت لها: "ماما لو سمحتِ." قالت لي إيه، قُلت لها: "إياكِ تقولي كده والولاد صاحيين، أرجوكِ يا ماما ما ينفعش." لو سمحتِ لو هتتكلمي معاهم وهتجيبي سيرة الولاد عاملين إيه، الحمد لله بخير. يا بنتي أنا والله ما قصدي حاجة، قُلت لها: "أنا فاهمة قصدِك، بس ده هيأذي نفسيتهم." وعرضت عليها يعني قُلت لها نفس الفكرة أو الموقف، تخيلي يا ماما لو أنتِ قاعدة وحد بيشتكي منِّك، أنتِ هتبقي حاسة بإيه؟ فماما قالت لي: "فعلًا يا بنتي عندِك حق." وأقنعت ماما وبطّلت الموضوع ده. ف ف فأنا من ضمن الحاجات اللي لمّا باشوفها والله أنا ممكن لمّا أبقى قاعدة في مكان والاقي أم بتشتكي من ولادها بابقى عايزة أقول لها، بس ساعات ما يعني لمّا بتبقى درجة القرابة مش كبيرة، ما بارضاش أقول لها كده عشان ما يعني هادخّل نفسي في موقف مش حلو، بس عايزة أقول لها بلاش، يعني بلاش. وهو واقف أو هي واقفة أرجوكم، أرجوكم وولادكم موجودين في المكان قدّام الناس، أي حد غريب والله حتى لو والدتِك أو أختِك، لو هتقولي حاجة حلوة، لو هتقولي ده بقى شاطر، ده بقى يعرف يعمل ما هم برضه زي ما بيعملوا الوِحِش بيعملوا الحلو، لو هتقولي مثلًا ده بقى شاطر وبقى يعرف يعلّق هدومه لوحده، ده بقِت شاطرة والله بيفرق في سلوكهم جدًا، وهُم لمّا بيلاقوكم بتشكروا فيهم بيحاولوا يشوفوا بتشكروا في إيه ويحاولوا يزوّدوه، يزوّدوا الجانب الإيجابي، عشان تشكروا أكتر وعشان تبقوا مبسوطين وفخورين بيهم أكتر. أكتر كلمة باقولها لولادي أنا فخورة بيك، أنا فخورة بيكِ. لمّا بالاقي عملوا حاجة حلوة واحب أتكلّم عنهم قدّام الناس، باقول الحاجة الحلوة، لكن ما ارضاش أبدًا أقول الحاجة الوحشة. كمان لو أنا عندي ناس أو عندي ضيوف وهو عمل حاجة أو عمل تصرُّف، عُمر أو لانا أو لارا أي حد من ولادي عملوا تصرُّف مش مقبول، أنا ما باجيش قدّام الناس أبدًا وأقول له لو سمحت عيب أو أزعّق أو أعلّي صوتي. يعني ممكن أعلّي صوتي وهُم ما فيش حد وإحنا لوحدينا في البيت، لكن لو في ناس أروح داخلة أوضته أو داخلة أوضتها وأنادي عليها، لينا، لارا، عمر، تعالَ لو سمحت، وآجي وأقف أنا وهو في الأوضة، ما ينفعش تعمل كذا، أنا ما ينفعش أتكلم قدّام الناس معاك بطريقة مش كويسة، فلو سمحت اللي عملته ده غلط، ممكن لو سمحت ما يتكررش تاني، حاضر يا مامي، وأروح طالعة من الأوضة، لا باخلّي اللي قاعد يحس بحاجة ولا باهين ابني قدّام حد. ولا يعني أجرح مشاعره أو كرامته قدّام حد. فالله يخلّيكم، حاولوا، أنا عارفة إن اللي بتعمل كده هي طبعًا أم وبتحب ولادها جدًا ويعني مش أنا مش جاية أعدّل عليكِ، لإن أنا ما باحبش الأسلوب ده. بس أنا جاية أقول لِك حُطّي نَفْسِك مكانه قبل ما تعملي أي حاجة وشوفي هتحسّي بإيه، لو حسّيتِ إن الإحساس اللي هو هيحسّه ده هيأذيكِ، هو برضه هيأذيه على فكرة، فبلاش تعمليه، فأرجوكم وقّفوا الحكاية دي، عايزين تشتكوا من أولادكم، أنا مقدّرة التعب اللي أنتم فيه وأنا واحدة منكم وجاية أقول لكم إن أنا باعاني، أكيد طبعًا، بس بلاش قُدّام الناس. بلاش تيجوا قدّام الناس أو أي حد وتشتكوا من ولادكم، جرّبوا كده
لمّا يبقى في ناس وحابين تتكلموا عن ولادكم، اتكلموا عن الحاجات الحلوة اللي بدأوا يتعلموها، اتكلموا عن الحاجات الجديدة اللي بدأوا يتعلموها، أو الحاجات اللي هي الحلوة اللي بيعملوها، وشوفوا يعني لاحظوا، ركّزوا في التصرفات بعدها. يعني مثلًا قولي أنا بنتي بقت حلوة وبقت تلِم ألعابها، لو هي فعلًا بدأت تعمل كده، وشوفي بعد كده. هتلاقي عدد المرات، مش هاقول لِك كل مرّة هتلِم ألعابها، لإن هو على حسب السِن، لو سِن صغير زي عندي كده أقل من 6 سنين يعني أكيد في مرّة و2 هيسيبوا، بس التصرُّف الأغلب هيبقى إيه، هتلاقيها بتركّز إن هي تلِم ألعابها وتيجي تقول لِك بُصّي يا مامي أنا لمّيت ألعابي، عشان تقولي لها شاطرة. دايمًا سلّطوا الضوء على الحاجة الحلوة عشان هُم تزيد عندهم، وحاولوا الحاجة الوحشة تقلّلوا الضوء عنها، ولمّا تيجوا تنتقدوها يبقى برضه بطريقة حلوة ومش قدّام الناس. فيا رب يكون الفكرة وصلت لكم اللي أنا حابة أوصّلها، ويا رب يكون هو ده اللي يعني قصدي من الفيديو أو من الكلام اللي أنا باقوله يكون واصل ليكم، لإن مش عايزة حد يطلع يقول لي وأنا باتكلم عادي وفيها إيه يعني ومش فيها إيه يعني. أنا عارفة إن أنتِ بتتكلمي عشان تعبانة وعارفة ومقدّرة اللي أنتِ فيه، بس قدّام الناس بيأذي الأطفال وبيأثّر على نفسيتهم، بيأثّر على حاجات كتيرة، على شخصيتهم كمان. مش عايزة ابنِك أو بنتِك يطلعوا متعودين إن هُم عادي يعني يتعرّضوا لموقف فيه إهانة أو يسكتوا. يعني تخيّلي مثلًا لمّا يكبر مثلًا وييجي مثلًا يتعرّض لموقف وتلاقي حد بييجي يتكلّم عنّه بطريقة وِحشة وهو قاعد وسط أصحابه، وأصحابه بيضحكوا عليه وهو مش عارف ياخُد رَد فعل، لإن هو متعوّد على طول إن هو ب ب بي الناس بتتكلّم عنّه بإهانة يعني مامته، تخيّلي أقرب الناس ليه. يعني أنا هاقول لكم على حاجة يعني عمر ابني لقيته فترة عمّال يقول أنا إيه، كان كل كلمة كده كان عمّال يقولها كلمة سلبية، كان عمّال يقولها على نَفْسه، فلقيته بيكررها، فقُلت له: "إيه ده يا عمر أنت ليه بتقول كده؟" أنا عايزة بس أحاول أفتكر الكلمة، كان بيقول أنا مش منظَّم تقريبًا أو أنا حاجة كده، فقُلت له: "ليه؟" فأنا أخدت بالي إن أنا كنت بانتقده كل شوية في إن هو مش بيعمل، مش بيسوّي، فأنا لقيت الكلمة أنا اللي كنت باقولها، فهو بياخد يعني الانطباع الشخصي بتاعه منّي أنا، فوقفت وقُلت له: "لأ، أنا آسفة لو أنا قُلت لك الكلمة دي كتير، أنا آسفة، أنت مش كده." أنت مش منظّم، بس أنت تعالَ شوف أنت بتعمل إيه، تعالَ شوف الكُتب بتاعتك أنت راصصها إزاي، ممكن تكون لسه الدولاب ما بتعملوش كويس، بس أنت بتعمل الكُتب كويس، بس أنت بتعمل أوضتك، تعالَ شوف أوضتك بقت عاملة إزاي، لأ، لأ، أنت مش كده، أنا يمكن من غير ما أقصد قُلت الكلمة دي كتير الفترة اللي فاتت، بس أنا مش قصدي كده، وأنت مش كده حبيبي، أنت ذكي وشاطر ومنظَّم وحلو، وولاد كتير في سِنّك ممكن يعني يكونوا بيعملوا حاجات أقل من اللي أنت بتعملها دي، لأ أنا فخورة بيك، وقعدت وبطّلت الكلمة، وقّفتها، حقيقي مش فاكرة الكلمة بالضبط، بس أنا بادّيكم مثال إن أنتم تقعدوا تقولوا لولادكم حتى بينكم وبين بعض كلمة مثلًا أنت غبي، أنت مش نضيف، أنت مش أنتِ كده بتنمّي عنده، هو بيفضل يقولها لنَفْسه لحد ما بتنطبع جوّاه، بيبقى ماشي يقول لنَفْسه كده، أنا غبي خلاص، فأنا مش هافهم، أنا غبي، أنا مش نضيف فخلاص أنا مش هابقى نضيف، فبتكوّني معتقداته الشخصية من كلامِك، فعلى قد ما نقدر يعني باقول لكم أنا باغلط، أنا أهو زي يعني بس أنا الفكرة إن أنا باحاول أشوف إيه الغلط، باحاول أركّز، أمّا أحس إن أنا في لمبة حمرا كده نوّرت، بالحق أوقّف نَفْسي stop وأروح موقّفة على طول. وبعدها بقى باقعد أركّز، يعني هو مثلًا قال لي أنا مش منظّم، كل بقى ما يعمل حاجة مثلًا فيها نظام أو حاجة أقول له: "بُص يا عمر شُفت، عشان أثبت لك إن أنت فعلًا منظّم، وإن أنت يا حبيبي مش كده، ما تقولش على نَفْسك كده، أنت ولد شاطر، أنت شاطر، بُص أنت بتعمل إيه، بُص أنت بتعرف تعمل إيه." كل ما ألاقيه بيعمل حاجة حلوة بقى لي فترة كبيرة كل ما يعمل حاجة حلوة أقول له: "شايف، شايف أنت قد إيه شاطر، ليه قُلت على نَفْسك كده، عرفت إن اللي أنت قُلته ده غلط." لحد ما بطّل الكلمة دي. فدي الفكرة أو دي الحاجة اللي أنا حابة أقولها لكم النهارده. يا رب يكون الفيديو كان مفيد ليكم والفكرة تكون وصلت لكم بطريقة كويسة. يعني واللي بيعمل كده يحاول على قد ما يقدر واحدة واحدة يخفف من الموضوع ده أو يوقّفه، يبقى حاجة حلوة جدًا. فأنا كده الفيديو بالنسبة لي خلص، أنا خلّصت الtoast والله طلع حلو أوي يا جماعة.
مش عارفة بقى التصوير كان إيه، بس هو الفيديو طلع يعني قصدي sorry التوست طلع حلو جدًا والله، بس أنا ولادي بيحبوه محمّص، فأنا اليوم ده كنت عاملة لهم برضه movie time. سبحان الله لمّا باجي أصوّر فيديو بتصادف إن أنا بابقى عاملة لهم movie time لإن بنعمله مرّة واحدة في الأسبوع، فكنت جايبة يعني كنت عشان هُم كانوا تعبانين الفترة اللي فاتت، فحاولت برضه ما أجيبش حاجات كتير مش مفيدة، بس الحمد لله كُلّه صُنِع في مصر. فعملت لهم السهرة وعملت لهم التوست حمّصته لهم، عايزة أقول لكم حبّوه أكتر من الشيبسي والحاجات اللي أنا كنت جايباها لهم. يعني بجد لو هو ولادِك بيحبوه محمّص تحفة وهَش وجميل، ولو طري برضه بيبقى حلو أوي وبيقعد باحطه في الكيس وبيقعد يوم و2، بس هو ما بيلحقش يقعد يوم و2 بصراحة، لإن الولاد ما شاء الله بيحبوه وبيخلّصوه على طول. فده كان الفيديو. زي كل مرّة باتمنى من قلبي إن الفيديو يبقى مفيد وما ابقاش اتكلمت كتير، وصّلت المعلومة اللي أنا عايزاها بطريقة كويسة. إن شاء الله الفيديو الجاي عايزة أكلمكم فيه عن حاجة مهمة جدًا برضه، حابة إن إحنا برضه حاجات بنعملها وما بنقصدش إن إحنا بنعملها بس بتأذي أطفالنا، فبإذن الله الفيديو الجاي هيبقى قريب. آمم، لو حابين تسألوني أي سؤال سيبوه تحت في التعليقات وأنا هارُد عليكم على طول، وشكرًا لأي حد بيكتب لي كلمة حلوة لإن دي بتشجعني جدًا بتحفزني إن أنا أعمل فيديوهات أكتر. أشوفكم فيديو جديد قريب إن شاء الله، واسيبكم بقى مع نهاية التوست العظيم الاختراع اللي أنا عملته ده. هتوحشوني لحد الفيديو الجاي. باي باي.